مدونات الاسره الجديده غادي تخلي شي رجال في المغرب بلا زواج. شنو غيتبدل فيها؟ قولوا لي اش تما. هذه عام ملكنا محمد السادس طلب من الحكومه تعاود النظر في المدونات الاسره، وغير البارح عاود اكد عليهم وعطى الحكومه ديال اخنوش 6 شهور باش يحطوا مقترح يناسب الشرع قدام البرلمان، والبرلمان خصو يصادق عليه. ولكن المغربيات من دابا شادين ركزها. علاش زعما؟ بزاف ديال جمعيات حقوق المراه منوضينها في المغرب وعندهم بزاف ديال المطالب، منهم ان زواج القاصرات ما يبقاش بدون استثناءات، وتحت من 18 عام ما كاين جواج، وكاين اللي كيطالب ان المراه تولي عندها الولايه الكامله على ولادها. زعما ديك الهضره ديال انا جمعت طايطي ولادي وما تعرفني فين زدت حتى ما بقاش غير هضره معلم. كاين اللي كيقولوا الا المراه طلقات بولادها هي اللي تبقى في الدار هي ولادها، والراجل اللي جمع طايطو يخرج واخا تكون الدار ديال الراجل. وكاين اللي مشاو بعيد قال لك حتى الا تزوجات براجل اخر تبقى في الدار هي ولادها. من الاخر اخويا العزيز، الا ولدتي عند في الصبر واش طلع، الا ما عجبكش الحال غيرها، ولكن راك ضيعتي كلشي. المهم البنات فرحوا بداو يزغرتوا حيت قال لك الحمد لله ما بقيناش غادي نشوفوا العيالات برا بوليداتهم، اما الرجال معبسين وخايفين. وقال لك الا طبق هادشي غنساو شي حاجه سميتها الاسره ولا الزواج. الزواج بهذه المدونه الجديده واش افير ولا حصله خايبه؟